بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا حماة العقيدة الإسلامية، أحذركم من دعاة التشبيه في هذا العصر، وهم الوهابية الذين يشبهون الله بخلقه تحت ستار اتباع السلف، والسلف منهم براء. فقد قال ربنا عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فالله ليس له شبيه ولا نظير. لذا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يقوله الوهابية من أن لله رجلا وقدما في الحقيقة، فهذا تشبيه ظاهر. وما حقيقة القدم وما حقيقة الرجل إلا هذا العضو المخصوص، إلا هذا العضو المشتمل على اللحم والمخ والعصب. نعم، لقد شبه الله تعالى بخلقه ووصفوه بما لا يجوز وصفه، وأثبتوا له ما نفاه الله عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء. ولم يرد إطلاق هذا على الله لا في القرآن ولا في الحديث. فقولهم له رجل في الحقيقة وقدم حقيقة، فهذا تشبيه ظاهر ولفظ مبتدع لا يوافق ما عليه السلف الصالح. واسمعوا إلى زعيم من أكبر زعماء الوهابية في هذا العصر، وهو ابن عثيمين، حيث يقول: إذا نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدم. حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له.